اللي هي الاورام اللي بتبقى موجوده في الثدي بتبقى حميده، تمام. ما بتبقاش خبيثه. طب هي ممكن لا قدر الله تقلب لخبيثه ولا لا؟ اللي بتبقى اتشخصت حميده بتبقى حميده. ويا ترى بقى الحميده كمان لو فعلا عامله مشاكل وعامله يعني احنا عارفين ساعات بيبقى في احجام ليها بتبقى كبيره، يا ترى الاحسن انها تتشال او ولا انها تفضل انها موجوده ولا ايه؟ ويا ترى ممكن بالادويه تتشال ولا لا؟ اولا احنا قلنا ان في حالات السرطان الجراحه هي الاساس. طبعا وفي تمام. حالات السرطان لازم نعمل الجراحه. اكيد. لكن انا عايز اقول ان بالنسبه وكمان ما فيش حاجه اسمها ادويه هتشيل كتله من الثدي. يعني ما فيش حاجه اسمها علاج او دوائي. تقلل قصدي التورم بتاع لا ما فيش ادويه هتشيل كتله من الثدي. لكن في نفس الوقت انا بقول ان 80 ل 90% من الكتل بتبقى في انسات وبتبقى حميده. انا شخصيا ما بنصحش بالجراحه في الاورام الحميده الا لو كانت الورم صلب شويه يعني ناشف، لو كان حجمه اكتر من 3 سم، لو كان عامل نوع من القلق الشديد للانسه او السيده، او لو كان هي عندها يعني تاريخ وراثي. لكن لان حضرتك ممكن الاورام الحميده دي اللي هي التليفات ببساطه جدا تختفي من ذات نفسها، مش مفيش ادويه. يعني ممكن من غير ادويه، من غير استئصال، من غير اي حاجه تختفي مع الوقت. ده ممكن السيده او الانسه تزورني يكون عندها كتله في الثدي الايمن، متابعه بس بعد 3 شهور الاقي الكتله دي اختفت، او ممكن الاقيها بيجت 2 او الاقيها ظهرت في الناحيه الثانيه. فانا عايز اقول مهم جدا يا فندم ان احنا ننظم الهرمونات، واقصد بتنظيم الهرمونات اللي زي ما قلت حضرتك اللي للاسف نوع من التطور او من نوع تغيير اللايف ستايل السيء اللي هو احنا بننصح يا فندم بالزواج، بننصح بالانجاب، بننصح بالرضاعه الطبيعيه. فحضرتك كل ده بيقلل الفرص من حدوث سرطان الثدي. وكل ده يا فندم هو اقوى تنظيم لمعدل الهرمونات اللي في جسم السيده. يعني انا ما بفضلش برضو ان انا اكتب هرمونات، وعاوز برضو في الهرمونات نقطه ثانيه. عايزين برضو نسال يا دكتور على الهرمونات. وفي ناس او في دراسات وبتقول ان كتر ان الواحد ياخد هرمونات دي ليها علاقه ان هو ممكن يجي لهم سرطانات. طيب احنا اتفقنا ان السيده اللي هي ممكن تنجب اللي هي من سن 15 لسن 50 ننصح بيه الحمل والرضاعه الطبيعيه. بالظبط. المهم جدا بقى ما يسمى سن الطمس او سن اليأس او انقطاع من الدوره 45 ل 50. للاسف الشديد يعني ناس كتير بتاخد هرمونات عشان تظل الانوثه والحيويه بالظبط. ايوه صح. يعني انا ضد ده بالكامل، وان كان لابد طبيعه حياتك او شغلك او بتاع يبقى ده تحت اشراف طبي، لان اتخاذ الهرمونات ده شيء يعني المفروض ما نلعبش فيه. بالظبط. يعني بعد سن انقطاع الطمس المفروض ما ناخدش حاجه خالص، ولو اخدنا حضرتك اتكلمتي كان في البروجسترون حتى مع بالظبط. الصداع مع أيوة. ما هو ده هرمون. أكيد. يفضل كل الهرمونات لو هتؤخذ تحت اشراف